انجليزيه بسعر خاص جدا جدا 199 جنيه بدل من 250 جنيه. هتاخدوا معانا الهيدفون والمايك اللي هتقدروا من خلاله تتفاعلوا مع البرنامج، وكمان الحافظه الشيك، واهم حاجه النهارده قاموس 19 لغه فقط لاول 50 متصل. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. الآن مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عالمنا الجميل. أحبائي المشاهدين، في فصل الصيف كتير من حضراتكم بيحس ان هو ما عندوش رغبة ان هو ياكل كتير، بيحس ان شهيته يعني مش مفتوحة زي ما بيحصل مثلا في فصل الشتاء. البعض الآخر بياكل أكلات معينة بعدها بيحس بألم شديد جدا في المعدة أو التهاب في البطن. البعض التاني ياكل حاجات معينة تحس ان هو بعدها عايز ينام، مش قادر يقاوم النوم. طبعا فيه الفول المدمس وفيه حاجات كتير، حاجات زي كده الواحد بعدها ياكل ويملى بطنه وبعدها يحس ان هو عايز يروح في سابع نومه. في اكلات تانية تحس ان هي اكلات منعشة، يعني الواحد ياكلها يحس بانتعاشة ويحس ان هو عنده رغبة في الحركة وعنده يعني صحة قوية وعنده تدفق في المشاعر وفي كل شيء الى اخره. حضراتكم باذن الله هنتكلم النهارده عن علاقة الطعام وعلاقة الأكل بصحة الجسم. يا ترى في أكلات معينة ممكن هي تسبب أضرار للجسم وتسبب نوع من الخمول للجسم، في الوقت نفسه يا ترى في أكلات تانية لا ممكن تزيد نشاط الجسم، ممكن تبعث فيه الحيوية وتبعث فيه النشاط. يا ترى لو أنا نظري ضعيف عايز أقوي نظري من خلال الأكل، يا ترى لو أنا عندي مغص وعايز المغص ده أن أنا أتخلص منه من خلال الأكل أو من خلال الشرب. حاجات كتير الحقيقة مرتبطة بالتغذية، وبيسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم في استديو الصحة والجمال الأستاذ الدكتور شريف صبري، أستاذ التغذية العلاجية وعلوم الأطعمة بجامعة المنوفية، عشان يجاوب على كل أسئلة حضراتكم بإذن الله. في البداية برحب بيك دكتور شريف. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور شريف، زي ما قلنا في البداية إن يعني هناك علاقة وثيقة وعلاقة وطيدة بين الطعام أو بين الأكل وبين صحة الإنسان. لكن الأول عايزين نعرف الصيف والأكل، يا ترى إيه اللي ممكن ناكله في الصيف وإيه اللي ممكن ما ناكلوش، وإيه العلاقة الارتباطية بين الصيف وبين الأكل بصفة عامة؟ هو في البداية حضرتك الموضوع مرتبط بالثقافة الغذائية. نعم. الثقافة الغذائية ده احنا بنعاني نقص شديد في موضوع الثقافة الغذائية، لأن للأسف عاداتنا الغذائية إلى حد بعيد خاطئة، عادات خاطئة. ولك أن تعلم أن غالبية الأمراض العضوية اللي بتصيب الإنسان في جميع مراحل عمره المختلفة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالعادات الغذائية، لدرجة أن احنا بنقول أن العادات الغذائية الخاطئة هي المسبب الرئيسي لمعظم الأمراض، وخاصة الأمراض الباطنية اللي الإنسان بيعاني منها، أمراض البطنة بصفة عامة اللي مرتبطة بالجهاز الهضمي بصفة عامة. طب حضرتك تقصد إيه بالعادات الغذائية الخاطئة؟ يعني احنا حضرتك في اوروبا مثلا، لو قارنا في اوروبا مثلا بنلاقيهم ان وهو الطفل في المراحل تعليمه الاولى بيعلموه الصح والغلط في عمليه الاكل. تمام. يعني احنا لو جينا حضرتك شفنا الحديث الشريف، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول بما معناه ان الطعام ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. نعم. لو حصل اختلال أو خلل في النسب الثلاثة دول هيحصل على طول خلل في عملية الهضم، وتبدأ مشاكل الجسم تبان، ويبدأ الإنسان يحس إن هو مش في حالة طبيعية كويسة، لأن عملية الهضم مرتبطة بإنزيمات كتيرة قوي قوي،
والانزيمات دي لازم يبقى في توازن بين كميه الميه وكميه الاكل المتناول وطبيعه الاكل المتناول. يعني لو حصل خلل ونسبة للهواء تكون متواجدة في المعدة اللي مقصود بيها النفس عشان يحصل هضم سليم. لو حصل ان في حاجة زادت عن حاجة او نقص، يعني الاكل زاد عن المية او المية زادت عن الاكل، يحصل خلل على طول في عملية الهضم. وزي ما بقول لحضرتك يبدأ الانسان يشعر بان هو مش طبيعي، في مشكلة عنده في الهضم. طب حضرتك لو حابين نتكلم عن اهم العادات الغذائية اللي هي مش كويسة خاصة عند المصريين، يا ترى ايه هي؟ اولا المتعارف عليه في جميع المجتمعات ان الطعام اليومي لازم اتناوله على 3 مرات. تمام. وان كان من بد ان انا يبقى اكتر من 3 مرات فتبقى على فترات متباعده وبكميات قليله بحيث ادي فرصه للمعده انها تهضم. احنا اكتر عادات غذائيه خاطئه عندنا ان مفيش وقت للاكل. تمام. وقت الفطار يكون هو وقت الغداء، وقت الغداء يكون هو وقت العشاء، وقت العشاء يكون في وقت قارب على الافطار. في ناس بتتعشى بعد الساعه 2 و3 بالليل. 2 و3 بالليل ده خلاص، ده ياكل لها كام ساعه ويبدا يستعد لطعام الفطار. صحيح. فاول خلل من وجهه نظري انا اختلال مواعيد تناول الطعام، ما فيش ميعاد محدد. نعم. طب اسمح لي هنكمل الاجابه، ولكن هناخد اتصال من الاخت فوزيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو تكرمت يا دكتور، بس في سؤال. اتفضلي. انا عندي ظروف كده، ببص الاقي لما بفطر بعد الفطار مباشره ببص الاقي جسمي كله همد وعايز انام. علما بان الفطار بتاعي مكون من ايه؟ هي جبنه ثلاجه، مش جبنه حتى حادقه، وبيضه وكوبايه لبن مع نص رغيف. سني 63 سنه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. بس الحاله دي عندي بقى لها مده. بعد الفطار بس حضرتك بتشعري بالكلام؟ بعد الفطار بس. وبتكوني متعشيه كويس ولا؟ لا، ما بتعشاش. ما بتتعشيش. يعني المعده تكاد تكون خاويه في فتره النوم حضرتك. يعني انت بتبقي نايمه ما فيش عشاء، فالمعده بتبقى خاويه الى حد بعيد. هو حضرتك المشكله دي بتحصل لناس كتير حتى في الصيام، بتكون نتيجه من ان المعده فاضيه طول فتره الصيام اللي هي برضه عند حضرتك طول فتره الليل. فاول ما الانسان بيبدا ياكل الدم بيتوجه على طول، بيتركز في منطقه المعده لاتمام عمليه الهضم. حضرتك الاول في اسئله ثانيه يا مدام فوزيه؟ لا شكرا. طيب اشكر حضرتك وتسمع الاجابه حالا من الدكتور. زي ما بقول لحضرتك ان بعد تناول الطعام بعد فتره طويله بتكون المعده خاويه فيها، يعني مفيش اكل فيها، بيبدا الدم يتوجه بصوره تلقائيه الى المعده. تمام. فبالتالي الدوره الدمويه اللي بتصل الى المخ بتغذي الجهاز العصبي بيبقى فيها نقص شويه. دي عاده بتحصل كتير جدا حتى في الصيام زي ما بقول لحضرتك ان بعد الفطار عندنا رغبه في النوم، والصداع. النوم والصداع. لكن بدليل ان المدام الاستاذه فوزيه ما بتشعرش بالكلام ده بعد الغداء. وليه؟ لان خلاص بقى في جزء من الطعام لم يهضم بعد. يعني لسه المعده فيها جزء من الطعام، فبيبقى عمليه نقل الدم او انتقال الدم وتوجهه الى الجهاز الهضمي بيبقى بطيء. ما بيبقاش بنفس السرعه اللي بيتم بيها في الصباح. لكن الجبن والحاجات الخفيفه سهل هضمها وبالتالي طبعا ولكن هي دي مش مشكله. يعني ما نقدرش نقول انها بتعاني من مشكله صحيه، يعني ما لهاش اي ضرر على صحتها العامه. ولكن هي يفضل دايما ان هي تكون تتناول عشاء ولو حتى عشاء بسيط خفيف، علشان نتجنب عمليه سرعه توجه الدم الى المعده لان بتبقى خاويه. فبالتالي بينقص النشاط لان الدم كله بيقل. طبعا امداد الجهاز العصبي بالدم بيقل الى حد ما، بتشعر بالصداع، تشعر بالخمول، تشعر بالارهاق ممكن. فدي حاله ما تعتبرش حاله مرضيه مزعجه، يعني حاجه دي بسيطه. يعني حضرتك لو اكلت ونامت او اتعشت ونامت ما فيش اي مشكله. طبعا خاصه الاكل خفيف مش هيسبب مشاكل. لا هو مش واكل كباب وكفته عشان يعمل لي انتفاخ. لا هو تاكل برضه لو عايزه تاكل كباب وكفته تاكل، ولكن هي في محاذير طبعا حضرتك. ان اولا لازم حضرتك انت اشرت النقطه تاكل وتنام، لا ده خطا. تمام. اكبر خطا في عمليه الغذاء ان الانسان ياكل وينام. لازم على الاقل اتفق العلماء في اتفاق بين في الوجهات النظر العلميه بيقولوا 2 أو 3 ساعات، ولكن لا يقل الوقت بعد الاكل للنوم عن 2 ساعات. وان كانت الاكله دسمه فلا بد ليها من فتره كافيه اكتر، ممكن تصل الى اكتر من 2 ساعات. في بعض الاشخاص طبيعه عملهم بتستدعي انه يتناول عشاء بيبقى تقيل مكون من لحوم، اسماك، خضار، الكلام ده كله. فده ما نسويهوش بانسان بياكل جبنه ومربى جبنه وزبادي حاجه زي كده. فلازم طبعا يبقى في فتره كفايه عشان ندي فرصه للهضم انها تتم، لان الهضم بيقل جدا اثناء النوم.
تمام. الهضم لازم يكون الانسان في حاله اليقظه علشان يتم الهضم بصوره كامله. طيب اسمح لنا ناخد اتصال تليفوني من الاخ صلاح من الاسماعيليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ صلاح. لو سمحت عايز اسال الدكتور، يعني انا عندي حموضه دايما ملتزمه، فايه الاغذيه؟ الحموضه دايما موجوده على طول. نعم. الاغذيه ايه المناسبه عشان ما تجيبش الحموضه دي يعني؟ نعم. انا باخد علاج كتير يعني والحمد لله ما فيش، بس هو مع الاكل الاغذيه يعني او اللي تخليني ابعد عن الحموضه شويه، وايه المناسب اللي تخليها تضيع الحموضه شويه؟ انت عندك كم سنه يا استاذ صلاح؟ عندي 41 سنه. 41 سنه. طيب في اي اسئله ثانيه؟ لا شكرا. طيب نشكرك شكرا جزيلا. طيب دكتور شريف، برضه حضرتك يمكن الاخ صلاح برضه بيتكلم عن نقطه مهمه، ان حضرتك كتير مننا رغم حتى الواحد ممكن يكون في سن الشباب ياكل اكله معينه بعدها يحس بحموضه شديده، بيحس بالم شديد في البطن، البعض بيحصل له نوع من الارتجاع برضه السائل الحمضي من خلال المريء. فحضرتك عايزين نعرف ايه هي الاكلات اللي هي ممكن تسبب حموضه، ممكن تسبب مشاكل للانسان. طبعا انا هتناول علاقه الغذاء بالحاله اللي الاخ اتكلم عليها. برضه زي ما بنقول هناك ارتباط وثيق بين ما نتناوله من طعام واسلوب تناولنا للطعام ومشكله الحموضه. مشكله الحموضه مشكله شائعه وما ترتبطش بسن. وان كانت يعني في الناس المتقدمه في العمر بتبقى تبدو اكثر ازعاجا. ولكن احنا بنقول حضرتك ان المسبب الرئيسي من علاقه بين الغذاء وحالات الحموضه، المسبب الرئيسي هو ان عمليه الامتلاء، ان المعده زي ما قلت لحضرتك بيحصل خلل في التوازن اللي مطلوب. يعني حضرتك الواحد ما يملاش بطنه قوي طبعا، يعني لو ملاها هيحس بنوع من الحموضه طبعا، وخاصه ان معظم الابحاث بتقول دلوقتي ان حالات الحموضه مرتبطه الى حد وثيق باستعداد جيني، يعني في ده بيبقى ليه عامل وراثي مهم جدا طبعا. فانا بالتالي لابد من ان المعده لا تصل الى مرحله الامتلاء. تمام. لابد من ان تكون عشان كده دايما بينصح بان يكون في بدل ما اكل 3 مرات واملا المعده قوي، لا ممكن يبقوا 5 مرات بوجبات بسيطه بكميات قليله طبعا، بحيث انها تسمح بالهضم السريع، ما يبقاش فيه امتلاء وتصل الموضوع الامتلاء ده خلاص في خلل في الهضم، فهو ده اللي بيؤدي الى الامتلاء. هو في سأل سؤال عن كيفية تجنب الحموضة عن طريق الأكل. عفوا. جميع الأغذية الحريفة اللي فيها الشطة، اللي فيها الفلفل، اللي فيها الزيوت الكتير، دي طبعا مسبب رئيسي لحالات الحموضة. فلا بد طبعا ان انا اقلل الحموضة بالقدر الكافي عن طريق ان انا امتنع عن تناول المسبك، الاكل الحريف اللي هو فيه شطة، اللي هو فيه فلفل اسود، الفلفل الحامي، برضه ما ياكلش الطعميه قوي اللي هي مقليه في الزيت عند البياعين. ده موضوع تاني، الطعميه ده موضوع تاني طبعا. فيعني هي الزيوت كمان يقلل من الاكل اللي هو فيه الزيوت، لان ده بتساعد وبتشجع على عمليه الحموضه. يكثر من الخضر الطازجه والفاكهه، لان دي سهله الهضم جدا وما بتاخدش وقت طويل في المعده كي تهضم، فبالتالي ما بيشعرش هنا هو بالاثر المزعج للحموضه. طيب اسمح لنا ناخد اتصال. ايوه معانا مدام فتحيه من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مدام فتحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك يا فندم دكتور. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك. اهلا بحضرتك. والله يا دكتور انا بنتي والده بقى لها 3 ايام ولسه لحد دلوقتي ما بنزلهاش لبن. 3 ايام حضرتك؟ ايوه من الاربع بالليل. من الاربع. طب هل الطبيب اللي قام بعمليه التوليد او الدكتوره ما استشرتهاش في موضوع زي دوت حضرتك؟ هم قالوا بعد 48 ساعه هينزل اللبن. هو شوفي حضرتك، طبعا هو 48 ساعه ان اللبن ما ينزلش لمده 48 ساعه، ده امر يعني يحتاج الى استشاره متخصص في امراض النساء، لان تاخر اللبن عن النزول ده بيحرم الطفل من حاجه مهمه جدا حضرتك بتعرف في مصر وكل اهل الريف في مصر يعرفوها، اسمه لبن السرسوب. طب قبل يا دكتور بس نازل ده يا دكتور. نزل حضرتك لبن السرسوب؟ معلش هو نازل السرسوب دوت. نزل ضعيف يعني شويه. طب ابنها رضع منها او هو خلفت ولد ولا بنت؟ بنت. طيب هل حضرتك انتوا يعني رضعتوا البنت على طول؟ بترضع. بترضع. بتديها صدرها. طيب ما هو ادام رضعت اللبن الاولي يبقى ما فيش مشكله، يعني هو اللبن كميته قليله ولا ما بينزلش خالص حضرتك؟
كميته قليله. هو السرسوب دون يعني اللي نزل في الاول. لا بعد بعد خفيف كده السرسوب، شوية. بعد السرسوب اللبن بشكله التقليدي الطبيعي بينزل ولا ما بينزلش خالص؟ لا ما فيش يعني صدرها مش ما فيش غير هو دوت يعني. يعني هو اللبن قليل يا مدام يا استاذه مدام فتحيه. ايوه اللبن قليل بس. طيب حضرتك ان شاء الله يعني الدكتور هيجاوب على سؤالك، حضرتك هتقفلي وهيكمل الاجابه على سؤالك باذن الله. في اي اسئله ثانيه؟ طيب شكرا جدا. طب اسمح يا دكتور هنجاوب على سؤال مدام فتحيه ولكن بعد فاصل قصير. احبائي المشاهدين فانتظرونا، سنعود اليكم بعد قليل. سنعود بعد قليل. الذهبية للمنتجات العصرية. فقط اتصل بنا على 38 37 61 62. النهاردة والأول مرة الذهبية بتقدم العرض الكومبو 5 في 1، يعني 5 منتجات في عرض واحد. يا بلاش. عرضنا النهاردة بيتكون من طقم توابل 11 قطعة للشاي والسكر والقهوة، وكمان الفلفل والملح والزيت والخل والبهارات، واللي بيتميز بكليبس لسهولة الاستخدام، وكمان الشكل الأنيق والجذاب عشان يحافظ على شياكة مطبخك. ولأن عمايل الكيك كانت دايما مشكلة، النهاردة عرضنا التاني هيحل المشكلة، لأننا بنقدم طقم صواني الكيك 3 قوالب بأشكال مختلفة، شكل القلب وشكل الدايرة وشكل المضلع، واللي أكيد هيشرفك قدام عيلتك وضيوفك. ولأن الكيك دايما بيحتاج للشاي، فاحنا النهاردة بنقدم ترمس الشاي البوت 1 لتر، والمصنوع من مادة الاستانلس، واللي بيحفظ السخونة طول اليوم. يعني ممكن ينفعك في الرحلات لأنه خفيف الوزن وسهل الاستخدام. عرضنا لسه ما انتهاش، لأننا جايبين أحدث ماكينة بيتي فور في مصر، الماكينة العجيبة، واللي بتعمل 10 أشكال مختلفة. كل اللي عليكي تحط العجين وتختار القالب اللي يناسبك وسيبي الباقي عليها. أما العرض الأخير معانا النهاردة فهو طقم الكوبايات اللؤلؤة 12 قطعة للشاي والقهوة، واللي بيتميز بجودة الخامة وسهولة التنظيف، وكمان الشكل المميز والزخارف الجميلة. يعني النهاردة عرضنا الكومبو 5 في 1، لأول مرة 5 منتجات في عرض واحد. أيوة، والسعر مفاجأة، فقط 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. يا بلاش، 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصلوا بنا الآن على رقم 38 37 61 62. فقط 179 جنيه، عرض الكومبو 5 في 1 من الذهبية. الذهبية، الكبير كبير. عدنا. أحبائي المشاهدين أهلا بحضراتكم من جديد. بنتواصل مع الأستاذ الدكتور شريف صبري، أستاذ التغذية العلاجية وعلوم الأطعمة بجامعة المنوفية. قبل ما نجاوب على سؤال مدام فتحية هنتلقى اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ سيد. عليكم السلام. اتفضل يا أستاذ سيد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحضرتك في سؤال عن الحامل في الشهور الأولى، الشهر الثالث. قول تاني معلش يا أستاذ سيد، علي صوتك. الحامل في الشهور الأولى، أيوة، الثالث بالتحديد. تمام. في أغذية معينة حضرتك تنصح بيها، بالذات إن في ترجيع مستمر وعدم قابلية للطعام؟ تمام. وهل من الممكن ممارسة التمارين الرياضية في الوقت دوت؟ طيب في أسئلة تانية يا أستاذ سيد؟ شكرا. طيب أشكرك شكرا جزيلا. طيب دكتور شريف، احنا الأول بس هنجاوب على سؤال مدام فتحية. هو الحقيقة برضو ليه علاقة بسؤال الأستاذ سيد، أن هي بتتكلم أن اللبن عند بنتها لبن قليل، لبن قليل جدا، ودي الحقيقة تكاد تكون شبه ظاهرة عند كتير جدا من الأمهات، خاصة اللي هم يعني متزوجات حديثا ولسه مخلفين يعني في فترة قريبة. حضرتك عايزين نعرف ايه هي الحاجات اللي ممكن يعني تدر اللبن عند الأمهات، وبرضو سؤال الأستاذ سيد برضو عايز يعرف إذا كانت المدام عنده أو حالة زيها، عايز يعرف الحامل ايه هو الأكل الصحي والمفيد والنافع بالنسبة لها عشان صحة الجنين. فاحنا نتكلم عن صحة الجنين وبعدين نتكلم عن الحاجات اللي هي بتدر اللبن عند الأمهات. حضرتك بداية ان الجنين بتتحدد معالم الحالة الصحية له بعد الولادة بالحالة الغذائية للأم.
لان فتره الحمل بتقسم الى 3 مراحل. نعم. ال3 شهور الاولى، ال3 شهور الثانيه، ال3 شهور الثالثه. اهم فتره الحقيقه لتكوين الجنين ال3 شهور الاولى وال3 شهور الثانيه. نعم. لان هو دوت اللي بيتكون فيهم الجهاز العصبي والجهاز الحركي اللي هو ممثل في العظام. طب حضرتك بقى تاكل ايه في هذه الحاله في المرحله الاولى والثانيه والثالثه؟ لابد من ان هي يكون عندها اهتمام نعم. بالاغذيه. اتفضل. عفوا. اتفضل. بالاغذيه الغنيه بالحديد. زي ايه يا دكتور برضو الاغذيه اللي هي الاغذيه الغنيه بالحديد دي في متناول الحاله الاقتصاديه لمعظم الحالات. طب هنكمل، معلش هناخد اتصال من الاخت ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت، كنت انا بعمل رجيم ودايت وكنت باخد برشام للتخسيس وكده. ايوه. فلقيت نفسي بعد كده فتره زهقت شويه من الرجيم وتخنت. فانا حاسه ان انا عايزه ارجع تاني وداخله على موضوع حمل وكده، يعني لسه ما فيش حاجه، بس هل ارجع للبرشام عادي والرجيم وما يحصل حمل ابطل البرشام ولا ايه؟ هو طبعا حضرتك موضوع البرشام والاعشاب والكلام دوت فيه جدال كتير قوي فيهم، لان في بعض الاعشاب وبعض الحبوب. ريهام الاول عند حضرتك فيها اسئله ثانيه؟ لا ميرسي قوي. طب الاول حضرتك عندك كام سنه معلش؟ عندي 28 سنه. تمام. كام الوزن، كام كيلو؟ دلوقتي بقيت 95 من كنت 77. وطول حضرتك قد ايه؟ 176. 176. طيب خلاص ان شاء الله سؤال الدكتور هيجاوب على سؤال حضرتك ان شاء الله. شكرا لاتصالك. هو بداية طبعا هو في عدم توازن بين طولها وسنها ووزنها. تمام. من الواضح ان هي بتعاني من سمنة، مش هنقول سمنة مفرطة ولكن سمنة، في حالة سمنة. طب حضرتك يعني احنا عايزين نطمن الاخت ريهام، يعني هي كانت ملتزمه الاول بالدايت او بالرجيم وبعدين واضح ان هي يعني نفسها هفت عليها، بدات بقى تحب المسبكات والمحمر والحاجات اللي زي كده. فعايزين نعرف هي تلحق نفسها ازاي، خاصة ان هي مقبلة على حسب ما فهمت على حمل وكده. طبعا لابد من انقاص الوزن على الاقل في حالتها دي من خلال حضرتك تنظيم الاكل ولا في ادوية معينة؟ والله هي الادوية حاجات كتير متواجدة في السوق، ولكن هي احدث برامج انقاص الوزن اللي هي حاليا العلماء في اوروبا كلهم وفي امريكا بيتكلموا عليها، وده يعني الانسان بالفطرة الطبيعية يقدر يمشي عليها، بيسموه النظام المائي او الرجيم المائي. بمعنى حضرتك ايه؟ ان هو بيعتمد اعتماد كبير جدا على تناول كميات كبيرة من السوائل منخفضة السعرات الحرارية والماء، الماء بصفة عامة. تمام. مع تناول الأغذية الغنية بالمية، محتواها بيبقى في اللي هي ممثلة في الخضر والفاكهة، وهم حتى سموه النظام المائي. النظام المائي لأنه بيعتمد على الإكثار من تناول الماء كماء شرب أو تناوله في صورة غذاء من الخضر والفاكهة والخضروات الورقية بالذات محتواها من المية عالي قوي، بحيث ان هي دي بتعمل امتلاء واشباع، وان كان اشباع مؤقت، ولكن بتقلل من فرصه تناول اغذيه تقليديه، الاغذيه بقى الغنيه بالزيوت، البروتين، الكلام اللي هي الاغذيه التقليديه بتاعتنا. انا بنصح الاخت دي اولا ان هي لازم تتبع نظام غذائي، هي مش محتاجه برشام ولا وخاصه ان في جدال كتير قوي على الحاجات اللي هي مخفضه للوزن، انها بتصلح في بعض حالات ولا تصلح في حالات تانية. تمام. يعني ده ناس كتير ما بتلتفتش للموضوع ده، ان الاعشاب والحاجات دي من الممكن ان هي تفيد حاله واحده، تاخد حاجه تلاقي نفسها نزلت 15 20 كيلو في 3 4 اشهر، واحده ثانيه تاخدها ما تتاثرش خالص. طب حضرتك يعني هي ممكن تعرف ازاي اذا كان الاعشاب ديت او في اكله معينه تناسبها او دي لا تناسب واحده ثانيه وما تناسبهاش؟ ما انا زي ما بشرح لحضرتك هي المفروض تاخد الاكل اللي هو تبتعد تماما عن الاغذيه مرتفعه السعرات الحراريه، تقلل من المتناول من الاغذيه السكريه، لان هي دي اكتر حاجه بيبقى فيها، والدهنيه طبعا، لان دي بتدي الجسم، الاغذيه دي بتدي الجسم سعرات حراريه كتير، وهي خاصه لو ما فيش حركه. هي ما قالتش الاخت اللي بتتكلم. طيب هنكمل الاجابه على سؤال ريهام، ولكن هناخد اتصال من الاخت سهام من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا سهام. لو سمحت يا دكتور، انا سني 43 سنه. فعملت دايت كتير وخسيت شويه وارجع تاني ازيد، فعشان كده انا عايزه امشي على نظام معين، بحيث ان انا عندي خشونه دلوقتي في رجلي، في ركبتي. انت وزن حضرتك قد ايه؟ وزني دلوقتي حاليا 78 ونص. 78 ونص؟ وطولي 150. وطولك 150. وعندك 43 سنه.
طبعا هو في زياده شويه في الوزن عن حضرتك متجوزه معلش يا استاذه سهام؟ معايا 3 عيال، اكبرهم في تانية كليه. ربنا يخلي يا رب. ربنا يبارك. طيب في اسئله ثانيه؟ لا شكرا يا دكتور. طيب شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. شكرا. طب معلش هناخد اتصال ثاني. الاستاذ محمود، السلام عليكم. استاذه حور، معلش استاذه حور، يعني يبدو الاتصال اتصال اتقطع وكده. طيب دكتور، يعني واضح ان القاسم المشترك في اسئله كتير جدا من الساده المشاهدين والمشاهدات ان هو اللي بيعملوا دايت او بيعملوا رجيم، عايزين حضرتك يعرفوا ازاي ان هم من خلال تنظيم الاكل والشرب طبعا ازاي ان انا اخسس وزني او انقص وزني بدون ما استخدم ادويه يكون لها اي يعني سايد افكتس او تاثيرات جانبيه. هو بس احنا عشان الاخت اللي سالت في البدايه كانت ريهام سالت عن زمان الولد كبر وهيدخل المدرسه دلوقتي، ده هي منتظره ان احنا نقول لها. يعني الاخت اولا اللي هي حصل ولاده وما بترضعش ابنها او بنتها. بالنسبه لمدام فتحيه بتتكلم ان بنتها ولدت وعندها حضرتك اللبن قليل جدا. هي يعني احنا معلش نجاوب بسرعه عشان نلحق. احنا اسفين ان احنا اتاخرنا على اجابتها. هي طبعا اهم لبن اللي هو اللبن الاولي اللي بينزل بعد ساعتين 3 من الولاده ويستمر نزوله لمده يومين. طيب هناخد اتصال من الاخت مشيره من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه مشيره. حضرتك انا كنت عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. هل دلوقتي مساله العشاء والنوم بتنطبق على كل الوجبات وكل الكميات، ولا مثلا ايه؟ انا عاده بتعشى الساعه 8 تمام، وبعدين ممكن لو سهرانه اجي الساعه 12 او 1 هجوع، فاقول ايه طب بلاش ساندوتش، اخد مثلا تفاحيه وشويه لبن كده. هل لو انا اخدت الساندوتش ده بينطبق على حته ان انا اتعشيت ونمت، يعني نفس الضرر ونفس المشكله، ولا مش كده؟ لا طبعا اكيد. اتفضلي. طب في اسئله ثانيه؟ نعم. في حضرتك سؤال ثاني غير ده كمان؟ لا هو السؤال ده بس. طيب هنجاوب على سؤال حضرتك على طول. طب معلش يا دكتور بس عشان نجاوب على سؤال المشيره وهنرجع تاني بسرعه لمدام فتحيه، ويا ريت بسرعه. يعني هي بتقول باختصار شديد، هل كل الاكلات انا اكل اي اكله لازم اقعد ساعتين 3 وانام، ولا ممكن اكلات معينه ممكن اتناولها واروح نايم مباشره وما فيش اي تاثيرات ضاره بالنسبه للجسم؟ الاكل اكل، هي حتى اذا كانت اكلت اكل خفيف برضه محتاجه ساعتين تهضمه. بس برضه يا دكتور يمكن الخفيف مش زي التقيل، يعني مش هاكل كباب وكفته وانام. لا ما هو الكباب والكفته ده عايز يومين. يعني بتاكل تفاحيه مثلا او بتاكل لا تفاحيه لا، لكن هي بتقول انها بتتناول سندوتش، الله اعلم السندوتش دوت عباره عن اعتقد جبنه حاجه خفيفه. يعني احنا بنقول محتاج برضه وقت كافي، لان المفروض يبقى فيه على الاقل ساعتين بعد اخر وجبه بتتناول. طب عشان خاطر خليها نص ساعه لمدام مشيره، لان هي يعني هتاكل حاجه خفيفه مش هتثق في الكلام اللي احنا بنقوله. لكن الاكل التقيل ده عايز ده عايز يومين عشان يتهضم. يعني احنا مش يعني اللي ياكل كباب وكفته ولا خضار او اي حاجه ده عايز على الاقل 3-4 ساعات على الاقل يعني. طيب اسمح لنا ناخد اتصال من الاخت صفاء من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مدام صفاء. لو سمحت، انا طولي 163. ايوه. ووزني كنت 86 وكنت عامله دايت. وصلت ل 75 وبعدين حصل عندي حمل وكده. فعايز اسال يعني الحامل في الشهر الثالث دلوقتي، خايفه ان انا وزني يرجع يزيد تاني يعني. طيب في اسئله ثانيه مدام صفاء؟ لا شكرا. طيب اشكرك شكرا جزيلا. هو اولا المفروض الام الحامل تتجنب موضوع الدايت، يعني ما عندها وقت كتير كان قبل الحمل، يعني مش المفروض ان مش في ساعه الحمل ابدا اعمل دايت. احنا بس يا دكتور هو امر واقع، احنا عايزين ان احنا يعني سواء بالنسبه لحاله مدام صفاء او بالنسبه للاخت ريهام او سهام، عايزين نتكلم ان هو يعني ازاي ان احنا ننظم اكلنا، وهذا التنظيم بدون ما استخدم ادويه ممكن ان هو يساهم في انقاص وزني وبرضه بدون ده ما يأثر على الجنين في حالة الحوامل. لا هو جميع العقاقير الطبية في محاذير، حتى في الأدوية العلاجية. في بعض أدوية للصداع يقول لك ممكن بتلاقي محاذير في بعض الأدوية. بعض الأدوية اللي هي بتعالج آلام الصداع بيبقى في حظر. طب أنا عند آلام الصداع ناخد اتصال تليفوني من الأخت حور من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا حور. لو سمحت، أنا كان عندي أنا عندي 13 سنة. 13 سنة. وببقى اما باكل اكل عادي، بس ببقى عايزه اطلع هواء من بطني بتبقى وجعاني، عايزه اتكرع كده. ويعني لازم اخلي حد يضربني على ظهري او كده عشان اخرج الهواء ده. طيب في حاجه تاني، يعني اي
اي سؤال تاني يا حور؟ لا شكرا. نسالها الاول طيب. في كل الاكل اللي في بتاكله كل الاكلات اللي بتاكليها ولا في حاجات معينه؟ حاجه دسمه لا، مثلا، كل حاجه الأكلات. كل الاكلات؟ اه حتى لو حاجه خفيفه، جبنه او حاجه زي كده؟ طيب ماشي يا حور. طب هنجاوب على سؤالك يا حور، ولكن بعد فاصل قصير احبائي المشاهدين، فانتظرونا، سنعود اليكم بعد قليل. سنعود بعد قليل.